السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في تمام الصحة والعافية. مرحبا بكم فيديو جديد. اللي كيشوف قناتي لاول مرة ما ينساش يدير اشتراك واللايك باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله صايبت صابلي وقلت علاش لا ما شاركش معكم الطريقه ديال هاد الصابلي زوينه بزاف وكتعطي واحد الكميه وفيره، كتعطي كميه كثيره. وكيف ما شفتوا نفس العجين خرجت منها 3 ديال الشكيله ديال الصابلي بتزيين مختلف. قلت علاش لا ما نشاركش معكم الطريقه ديال التزيين ديالو، كيجي غزال وفي نفس الوقت نعطيكم حتى المقادير مضبوطه وكيجي زوين وما الحجم ديالو ما كيتغيرش، يعني كيف ما كتقطعوه كيف ما كيجي. صايبت هاد الصابلي غير لوليداتي للدار، وكذلك بالنسبه حتى للناس اللي كيخدموا الكوموند ولا كيصايبوا الحلوى. هاد الصابلي كيجي زوين، كيعطي كميه كثيره ما تيضيعش ما تيتهرش، الحجم ديالو كيبقى هو. قلت علاش لا ما نشاركش معكم الطريقه وحتى الطريقه ان شاء الله الاحتفاظ ديالو مده طويله. بالنسبه للبنات لهاد الكميه كيف ما شفتوا هذا غير تبسيط صغير اللي حطيت هنايا باش نزين معكم، فما شاء الله عطاني واحد الكميه كبيره. مازال غادي تشوفوها في الاخر في التزيين. منين ساليت التزيين ديال الصابلي غادي تشوفوا الكميه اللي عطاني واحد الكميه كثيره. هنا بالنسبه للصابلي البنات تقدروا ديروا شكيلات اللي مختلفين، تقدروا ديروا غير شكل واحد. بحال هنا انا خديت يعني العجين كلها خرجت منها هاد الشكل هذا ديال القلب صافي. بالنسبه للشوكولاته انا خديت هنايا الشوكولاته كيف ما شفتوا درتو في هذاك الشكل ديال القلب، وصافي قطعته كذلك بالمرشم ديال القلب. بالنسبه للبنات العجين هنايا خديت 200 غرام ديال الزبده وكاس سكر سنيده وكاس وربع ديال الزيت وفاني وواحد القبيصه ديال الملح باش هكا كتعزز لينا الذوق ديال الحلوى. دائما ما نساوش ديك القبيصه ديال الملحه وراس المعلقه ديال الخميره. هنا علاش درت راس المعلقه ديال الخميره؟ باش هكا كيعطيني واحد شويه الفوليوم لهاد الصابلي. علاش؟ لان غادي ندير غير حبه وحده. الا كنتو غادي تلصقوا الحبات مع بعضياتهم ما تحتاجوش انكم ديروا فيها الخميره نهائيا. ما كنحتاجش ندير انا الخميره في الصابلي الا كنت غادي نلصق وحده مع وحده. الا كنت غندير هكا غير حبه وحده فكندير واحد شويه كيعطيني واحد شويه كيف ما شفتوا العلو شويه الصابلي. هادو هما المقادير اللي كيف ما اللي ذكرت لكم. وبالنسبه للدقيق كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق. كاين دقيق اللي كيشرب، كاين دقيق اللي لا. عينكم ميزانكم، ما تكونش العجينه قاصحه وفي نفس الوقت ما تكونش مرخوفه. بالنسبه للشوكولاته البنات خديت انايا شوكولاط من الاحسن تاخذوا نوعيه مزيانه باش هكا ما يخسرش لكم الشوكولاط وما يديرش لكم دوك الحبيبات في الوجه ديال ملي تصايبوا هاد الشكيلات ديال الشوكولاط ما يجيكمش داك الوجه محبب، كيجي هكا شكل ديالو زوين. صافي ذوبته، ما زدت فيه لا زبده لا زيت لا حتى شي حاجه. ذوبته بقيت هكا كنعمر دوك القليبات وصافي كنخليهم غير فوق سطح العمل حتى كيجمدوا. ولا كنتو مزروبين تدخلوهم للثلاجه حتى يجمدوا وكتحيدوهم صافي. وغادي نستمر بنفس الطريقه كيف ما شفتوا. بالنسبه للتلصق هنا تلصقوا باي حاجه بغيتو. انا لصقت انا مادام عندي شوكولاط خديت هكا غير شويه كنحط واحد النقيطه ديال الشوكولاط وصافي كنحط عليها هذيك القريب ديال الشوكولاط دغيا كتشد لان الجو باقي بارد شويه، يعني ما كاينش ديك الصهد بزاف صافي. وغادي نخليها حتى يشدوا مع بعضياتهم. هذا هو الشكل كيف ما شفتوا ديال الشوكولاط. جا شكل غزال، جا زوين راقي صراحه. تقدموه حتى للضيوف هكا بمناسبات كيجي غزال. بالنسبه للشكل الثاني خديت هنايا البنات العسل وكندهن داك الوجه ديال القلب كيف ما شفتوا من الفوق. وخديت هنايا الكاوكاو اللي حمرته وهرمشته هكا كيف ما شفتوا جا
جا ديك الشكل زوين تاخدوا اللوز ولا كاوكاو يعني اللي متوفر عندكم اي حاجه بغيتو تزينوا بيها. صافي كندهن داك الوجيه بالعسل كيف ما شفتوا، وكنهز هكا شويه ديال الكاوكاو وكنرش عليه. من الاحسن هكا نرشو ما نحطوش ما نقلبوش ديك القلب هكا على الوجه فوق من الكاوكاو لان كيهز كميه كثيره هكا باش ما كيجيش هز بزاف ديال الكاوكاو. ولا بغيتو تعمروا عاوتاني بزاف كيبقى لكم الاختيار. انا هاد الشكل غادي نزينو من بعد بالشوكولات من الفوق. واخا درت له كاوكاو ولا عسل غادي نزيد الشوكولات من الفوق كيعطيه جماليه اكثر. صافي غادي نستمر كيف ما شفتوا بنفس الطريقه. كندهن ديك الوجيه ديال الصابلي بالعسل وصافي وكنزين هكا بالكاوكاو من فوق كنرش عليه. صافي هذا هو الشكل كيف ما شفتوا كيجي حتى هو زوين كيجي راقي وكيجي غزال هكا يعني من عجينه وحده تقدروا تخرجوا اشكال يعني ماشي ضروري ديروا غير شكل واحد ديال القلب تقدروا تخرجوا اشكال ديال الصابلي. صافي غادي نكمل كيف ما شفتوا الكميه اللي عندي كامله ديال الصابلي. هذا هو الصابلي اللي وجدت معكم. نكمل الكميه كامله ونرجع معكم باش تشوفوا الشكل ديال الصابلي في الاخير. كيف ما شفتوا هنا كنقرب لكم الحبات كتشوفوا كاملين جاو نفس القياس متوازنين. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الطريقه هذه كتجي غزاله وكيجي لذيذ وزوين هاد الصابلي. كيف ما شفتوا هذا هو الشكل ديالو. هنا خرجت منه 3 ديال الشكيلات. شكيل هكا زينته بالعسل والكاوكاو كونكاسي وزينته هكا بالشوكولات. شكل تاني درت له هذا الشكل ديال القلب ديال الشوكولات فيه ديك الوريضه جا شكل تا هو ديالو زوين. وشكل تاني خليته غير دهنته غير بالعسل والكاوكاو خليته هكاك. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم وتجربوا هاد الطابلي. كنعتذر منكم ما شاركتش معكم العجين بالتفاصيل. مره اخرى ان شاء الله غادي نشارك معكم العجين بالتفاصيل والطريقه ديالو والتقطاع ديالو. ما كنتش صراحه اولا ندير هذا الفيديو حتى كنت كنزين فيه قلت علاش لا ما نشاركش معكم طريقه التزيين ديالو كافكار هكا نقدر نفيدكم بها تنفعكم لوليداتكم من المناسبات. كيف ما شفتوا هذا الشكل الرابع البنات خرج منه 4 ديال الشكيلات. كيف ما شفتوا النص هنا تاع هاد الشكل جا زوين النص ديالو في الشكلاط والنص ديالو هكا بقى ابيض والنص ديالو بقى ابيض. كيف ما شفتوا جا شكل ديالو زوين وشكل ثاني اللي زينته هكا بالكاوكاو والشكلاط حتى هو جا شكل ديالو زوين. تقدروا تبتكروا تخرجوا اشكال بزاف من هذا النوع ديال الصابلي. وهذا الشكل ثاني كيف ما شفتوا جا زوين وجا رائع. نتمنى ان شاء الله تجربوه. شكرا جزيلا على المتابعه. دمتم في رعايه الله وحفظه. الى اللقاء.